يا أهل السينما، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه النهاردة. حكايتنا النهاردة عن فترة ذهبية في تاريخ السينما المصرية، عن سن الثمانينات والتسعينات. الفترة اللي طلعت فينا أفلام أيقونية لسه عايشة معانا لحد دلوقتي. مش هطول عليكم، يلا بينا نشوف 10 أفلام، والأفلام ديت هنعرض فيها السنة والبطل. مش هنطول عليكم، والأفلام ديت أنا شايفها من أكتر الأفلام اللي بتسير على التلفزيون. ويلا بينا. معانا رقم واحد، سواق الأتوبيس، سنة 1982. الفيلم ده بطولة نور الشريف وميرفت أمين وأحمد حمدي. رقم اتنين، فيلم حتى لا يطير الدخان، سنة 1984. بطولة عادل إمام وسهير رمزي وأحمد راتب. فيلم رقم تلاتة، الكيف، سنة 1985. بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني ونورة وجميل راتب. رقم أربعة، البيه البواب، سنة 1987. بطولة أحمد زكي وصفية العمري وفؤاد المهندس. رقم خمسة، زوجة راجل مهم، سنة 1988. بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، علي الجندور. رقم ستة، فيلم الكتكات، سنة 1991. بطولة محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير. رقم سبعة، فيلم الإرهاب والكباب، سنة 1992. بطولة عادل إمام ويسرى وكمال الشناوي. رقم 8، آيس كريم في جليم، سنة 1992. بطولة عمرو دياب وسيمون وجيهان فاضل وأشرف عبد الباقي. رقم 9، الطريق إلى إيلات، سنة 1994. بطولة عزت العلايلي، صلاح ذو الفقار، نبيل الحلفاوي. رقم 10، صعيدي في الجامعة الأمريكية، سنة 1998. بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وغادة عادل وهاني رمزي. دي كانت 10 أفلام بس من كنوز المصرية في الثمانينات والتسعينات. كل فيهم منهم وراه حكاية وتفصيلة تستاهل إن احنا نتكلم عنها، كل فيلم لوحده. قولولي في التعليقات ايه أكتر فيلم بتحبوه من القايمة دي، وشايفين ايه أكتر فيلم فيهم بيتعرض على التلفزيون، اللي شايف إنه الكلام لازم يكون موجود فيه على ال10 دول. ما تنسوش تعملوا لايك وتشترك في القناة عشان حكايتنا في السينما لسه مخلصتش.